جوزك فين؟ في ايه؟ طيب طمني. قولي في فين ايه؟ جوزك بس فين؟ في الشغل. في ايه؟ لا جوزك مش في الشغل، بيضحك عليكي. امال فين يعني بقى؟ جوزك بيخونك مع سندس. جوزي بيخوني مع سندس؟ مع سندس اختي انت تحت. ولا ايه؟ ده اختي. والله بيخونك مع سندس اختي تحت، شفته بيتجسس ونازل دخل كده بالراحه. والله والله العظيم. تعالي بس اوريكي. ماشي ماشي. انت عشان انت اخت جوزي. طيب ايه ده بس؟ ممكن تبقى رايح في اي حته تانية. حته تانية ايه؟ ايه ده؟ خلاص زي ما قلت لك جاي عليك. طب ماشي خلاص، خش انت جوه، خش انت جوه. ازيك ايه يا عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ ازيك يا زياد؟ تعالي اتفضل. بقول لك ايه، انا عايزه منك بصلتين لان انا جيت اعمل طبخ لقيت والله العظيم ما عنديش اي بصل. ماشي يا حبيبتي لا عينيا. بس نخش الحمام بس بسرعه. ماشي يا حبيبتي اتفضل. استخبى فين؟ استخبى فين؟ طب استني اخش اجيب. طب خلاص بس تعالي، مش مهم دلوقتي نطبخ. تعالي بس ايه يا حبيبتي؟ اقعدي بس، عايزاكي احكي لك على موضوع كده. ايه يا قلبي؟ بقول لك ايه، انت انا ما كنتش قلت على المكان. فاكره صباح بنت في يا بنتي؟ مفيش معايا معاكي اهو. اتصلت بيا صباح اللي بتعمل الجمعيات دي. اه قلت لها بتقول لي في جمعيه قدامي حلوه كده ب 10 جنيه يعني في اليوم ولا حاجه ولا ب 20. ايوه وبعدين ايه اللي حصل يعني؟ يا بنتي في ايه مالك قلقانه في حاجه؟ لا عادي يا حبيبتي عادي. المهم يا ستي انا ما ردتش عليها، قلت لها راح فين ده؟ يا بنتي قولي لي طب اتصل شكرا يا سندس. على ايه يا حبيبي؟ ده بيت اختك، محتاجه اي حاجه تانية؟ الله يخليك. طب انا هخش ابص اجيب لك البصلتين. خلاص ماشي. يا ابني عملتي ايه؟ لقيتش اي حد فوق. ازاي مش انت جايز ظلمناه مثلا ولا ايه؟ طيب بقول لك انا شايفه بعينه وهو داخل الشقه، تقولي ظلمته؟ خدي يا حبيبتي ادي بصل وتوم اهو عشان لو احتجتي دي برضه. ماشي يا حبيبتي والله متشكره قوي، انا تعبتك معايا. على ايه يا قلبي؟ نورتيني. ماشي يلا يا زياد. ماشي يا حبيبتي، عايزه اي حاجه؟ تسلمي لي يا قلبي. اتفضلي حبيبي اتفضل. ايه؟ مشيت؟ اه خلاص ماشي، ما تقلقش. انت قلقان كده ليه؟ قال ايه ده؟ الواد دخل واحد يدور في الدولاب، شكلهم شاكين فينا. ازاي وانت متاكد ان هو دخل دور في الدولاب؟ واقول لك انا كنت نايم هنا، انا كنت الاول استخبيت في الدولاب، حسيت ان هو حد داخل استخبى جنب السرير، الواد عمال يدور في الدولاب، الواد اخوك الصغير ده كده اكيد شاكين فينا، اكيد الواد شاف ان انا داخل عندي. وبعدين طيب؟ طب ما هو ممكن كده يبقوا مساليني بره، اعمل ايه؟ لا استنى بس 5 دقايق طيب، بعد كده ابقى انزل. طب ماشي روح الاقي لي الجو وانا هطلع. طيب ماشي استنى. بس ايه؟ ايه؟ بقول لك انا كنت عايزه اروح عند بابا شويه كده وارجع. بابا ليه ماله في حاجه؟ لا كنت رايحه اطمن عليه كده واقعد معاه شويه. هترجعي امتى؟ على بالليل كده ان شاء الله. خلاص ماشي، لما توصلي بكلميني في التليفون. خلاص تمام ماشي. ماشي، عاوز اي حاجه؟ لا اصلا. ماشي يا بوسي. تعالى يا حسام تعالى. خلاص يا خلاص كل حاجه بقت تمام. ربنا يخليك ليا يا حسام وما يحرمنيش منك، والله ما عارفه من غيرك كنت عملت ايه. ولا اي حاجه يا بنتي والله، ولا اي حاجه، خلي بالك بس من نفسك. ودلوقتي اختك نزلت عند ابوها تقعد شويه، عاوزين نخلص بسرعه اللي احنا هنعمله عشان خاطر ايه ما ترجعش ما تلاقينيش في الشقه، انا عاوز اطلع قبل ما تيجي. خلاص ماشي، هجيب لك كوبايه ميه. والنبي عشان قوي بسرعه. خلاص هجيب لك كوبايه ميه ساعه على طول. بسرعه. اتفضل يا حسام الميه. شكرا يا استاذه، كنت عشان قوي والله. الف هنا، ربنا يبارك لي فيك يا حسام وما يحرمنيش منك يا رب، والله لو قعدت عمري كله اشكر فيك مش هيوفيك حقك. ولا اي حاجه يا بنتي. ايوه يا بابا، انا عايزاك دلوقتي تجيبي شقه سندس. بس اهم حاجه اوعي تعرفي اختك ولا ابوكي، انا هجيب الموضوع لاختك واحده واحده، انا عارف الموضوع صدمه لما اقول لها على اختك كده تمام، وبرده ممكن ابوك يتصدم، فانا مش عاوز الموضوع يجي كده واحده واحده عشان نعرف نفهم الموضوع ده بالراحه. لا خلاص انا مش هتكلم في اي حاجه غير لما ماشي، لا انا اللي هتكلم وانا هتصرف معاهم تمام، بس ما خلاص. تجيبيش سيره خالص. خلاص ماشي. ماشي يا سمر. لا في مصيبه حصلت، عايزاك تيجي دلوقتي حالا. يا بابا يلا بسرعه تعالي. مع السلامه. تمام حاضر. مستنيه حد؟ لا انا مش مستنيه حد. مين يجي طب دلوقتي؟ تعالى تعالى خش جوه ونشوف مين. ايه يا استاذ يا محترم، ايه اللي جابك هنا؟ انا كنت جاي بس عشان خاطر سمر كانت عاوزاني في حاجه مهمه ومش سامعين الجرس بقى وهو بيرن؟ ولا جرس؟ في ايه؟ مش سامعين يعني؟ لا خلاص انا هفتحه، انا هفتح الباب.
ايه يا بنتي في جبتيني على وشي؟ لا لا ابدا، ده موضوع بسيط حتى، بس يعني جوزي المحترم بيخوني مع اختي اللي هي من لحم ودم. انت ايه الكلام بتقوليه ده؟ هو ده اللي حصل يا بابا. بصي انت فاهمه غلط والله، استني فاهمة بس انا غلط. فاهمه انت كل حاجة. بص انا مش عايزه اسمع صوتك خالص. يا بنتي ماشي. استني اتجننتي، ما هو انا هكونك مع اخته. ايوه اول مره زياد ابنك شاف بعينه حسام وهو داخل الشقه هنا، وكدبته وجيت معاه ونزلت هنا وقعدت مع اختي ودخل جوه علشان يشوف، وللاسف ما لقاهوش. ودلوقتي جيت انا بنفسي في شقه اختي اهي اللي كنت فاكراها اختي. صحيح انت مش من بطن امي ومن ابويا بس كنت فاكراك ان انت اغلى من اختي. حصل يا بنتي الكلام ده؟ يا بابا والله ما حصل، انتوا فاهمين غلط. ازاي ما حصلش كده؟ انت بتسالها ازاي وهي في قلب البيت نفسه قدامك انت اهو؟ شفت بعينك؟ امال انا فين يا دلوقتي؟ بصي انت فاهمه غلط. بصي يا عمي الموضوع كله سوء تفاهم، انا هفهمك كل حاجه. ايه يا سندس؟ في ايه بتعيطي ليه؟ مفيش حاجة. ومين الواد اللي كان واقف معاكي دلوقتي وعمال يشوح لك ده؟ مفيش حاجة يا حسام. ما تقولي لي يا بنت انا زي اخوك، ايه المشكله؟ ايه اللي حصل؟ بصي يا حسام بصراحة ده واحد كنت مرتبطة بيه، ولما حصل ما بيننا مشاكل وسيبنا بعض أنا كنت بعتله صور بشعري وبلبس بيت واحنا كنا مرتبطين، ودلوقتي بيهددني بالصور ديت عشان أنا مش عايزة أرجع انت له. عبيطه يا سندس، انت مش صغيره يعني، انت معديه ال 20 سنه يا سندس، ما ينفعش ان انت عملتيه ده. أنا ما ازاي كنتش أعرف يا حسام إن كل ده هيحصل. طب هو لو عاوزك يا سندس كان يتقدم لك ودخل البيت من بابه يا سندس، اللي بتعمليه ده بس يا رب. أنا ما كنتش أعرف ومش طب عارفة حد أعمل من إيه. اخو اختك عرفت ولا ابوكي؟ محدش يعرف، وأنا خايفة من بابا قوي، لو عرف هيبهدلني. خلاص ما تعرفوش اي حاجه ولا تعرفوا اختك، وانا هتصرف لك. انا هحاول اكلم لك الواد ده وارد عليه على اساس ان انت لحد ما اجيبه واخد منه كل حاجه، وما تتواصليش معاه تاني خالص. ماشي يلا يا قدامي حسام، على البيت، ماشي. يلا قدامي. هي يا حسام قال لك ايه؟ خلاص يا سندس انا هقابله بكره، وخلاص اول ما اقابله هاخد منه الموبايل بتاعه وامسح كل الصور، واياكي تكلميه تاني ولا ترد على تليفونه، وهجيبي خط جديد تمام عشان انت عملتيه ده غلط. انا عارفه والله يا حسام، وانا اتعلمت من غلطي واكيد مش هعمل كده تاني، بس هو يبعد عني. هيبعد عنك، انا هخليه يبعد عنك ما تقلقيش. خلاص هبقى لنا يومين ثلاثه بنتكلموا هو لحد ما يجي بس يقابلك وخلصت خلاص. سيبهولي انا بس بالله عليكي، اوعي تقولي لابوكي ولا تقولي لاختك، لما نخلص الحوار هبقى اقول لها كل حاجه. خلاص ماشي يا حسام. ماشي. ايه رايك يا عمي؟ شفت كل حاجه وسمعت كل حاجه بودنك وانت سمعتي كل حاجه؟ وليه ما قلتليش الحقيقه؟ عشان انا قايل لها ما تقوليش لاختك ولا تقولي لابوكي عشان دي فضيحه. دي حاجه انا كنت اعرف وكنت اطمن. انا زي اخوها حبيت اقف معاها عشان ما حدش يزعق لها، ما حدش يهينها، وقلت اجيب لكم الموضوع واحده واحده. كان واحد زي ما انتوا شفتوا اهو بيحاول ياخد صورها وبيهدد اللي هو ينشرها، وواحد صايع ملوش لازمه وخد كل حاجه بقى يا منه. بوسي، على فكره حسام بني ادم محترم جدا، والله انا كان زماني في مصيبه. تشك في جوزك وفي اختك؟ طب ما هو كان لازم يقول لي طيب وفهمني عشان انا ما شكش فيه. الراجل عايز يعمل حاجه بينه وبين ربنا، بيدافع عن شرفك وشرف اختك. طب ماشي ما ادانا فهمته ينفعش غلط، الكلام ده يا انا كده بنتي. فهمته غلط. لو كان قال لي وكان فهمني كنت انا وقفت لو معاه. شفت بعينك ماشي، ما شفتيش بعينك ما تحكميش على حد، انت كده ظلمت جوزك. انا النهارده عم نصر كنت هقول لها كل حاجه، كنت هقول لك، بس انا كنت ممكن اقول لها ما اقولكش انت عشان انا خايف عليها انت تعمل فيها حاجه. لا يا بنت انت كده كتر خيرك يا ابني. ماشي انا بتعامل من فوق. الله يخليك يا عم نصر، انا بتعامل زي ان انا زي اخوها بالظبط، بس ده اللي انا عملته. لكن اللي انت عملتيه ده وسوء فهمك ده غلط. لو انت مش شاكه، لو شاكه فيا ما تشكيش في اختك. معلش يا حسام، ما هو غصب عني برضه، وانا بحبك وبغير عليك، ودي برضه ما هي مكان دي اختي وانا ما هي دي مصدقتش. هي مضيعاك وداك انت الفهم، لو ما كنت فعلا ينفعش. بتثقي في اختك ولا 1% ما كنتيش قلتي عليا ما كده. تسمعش خلاص يا كلام، جماعة. بصي ما تسمعش كلام اختك تاني. خلاص يا بعد جماعه إذنك. ده عيل صغير ومش فاهم. لازم تشوفه بعينك، ها، وبعدين دي اختك من دمك ولحمك، ما ينفعش تشك فيها. ما هو انا ماشي؟ لو والله قلت له ان احنا كده ظلمنا حسام يعني انت كده بصي، اولا اللي حصل لاختك ده هو داري عليها والكلام ده كله كانت على دماغي من فوق، اختك ليها حساب تاني معايا، لكن انت ليكي حسابين معايا عشان كنت تخربي بيتك وهتخسري جوزك واختك. خلاص يا عم ناصر معلش، سامح سندس برضه كان غصب عنها، الواد كان وعدها بالجواز وغصب عنها خلاص. حبيبي كانت تيجي تقول لي برضه ما هو هي ما غلطانه، ينفعش، لازم تقول لي. انا غلطانه عشان وانا وجهني الصح. صح يا عم. احنا هنتلبسنا طرح يا عم حسام ولا ايه؟ لا هي غلطانه، عشان اي شاب دلوقتي بيتسلى بالبنات ولا يقول لها انا هتجوزك. انت بصي وبعد كده ومش مفيش خروج من البيت، وجامعتك دي مش هتروحها تاني خلاص. بالراحه يا عم. فاهمه ولا لا؟ خلاص يا سندس ماشي. ممكن دلوقتي. وانا زاد يقعد معاكي 24 ساعه مفيش خروج من البيت، ماشي؟ خلاص يا عم بس بالراحه. وانت حافظه على جوزك. وانت ما معلش يا تتسرعيش في حسام. الحكم، ما تتسرعيش في الحكم، ما تتسرعيش في الحكم بس. وحصل خير، مش اي حاجه حصلت. حافظه على جوزك، انا بقول لك اهو. خلاص يا سندس معاك النبي آية. هات شويه مرسعين بس عشان خاطر ابوك. معلش يا حسام انا اسف. ولا اي حاجه، خلاص حصل خير، انت عندك حق وكلنا غلطانين الحمد لله يا يعني. ابني ده على دماغي من فوق. لا. كتر خيرك يا ابني، تشكر. الله يخليك ان يا عم. انت برضه شلت بنت من ورطتك اللي لا بتقعد فيها. زي اختي بالظبط والحمد لله. يا ابني اجعل ميزان حسناتك يا ابني. قدر وقت الحمد لله، كل حاجه على خير الحمد لله. ماشي.